السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله طلعت عليكم باروع وانجح مشروع ممكن تجربوه، مشروع ميني موسكوتو ولا ميني كيك. 4 حبات بيض تجيب لكم 50 حبة، اقل التكاليف ديروا مشروع ناجح ومربح. هذا المشروع يقدر يكون للمقاهي، للحفلات، وحتى الاعراس. ديروه كمشروع ناجح وغير مكلف. المسكوتشو تاعكم يجي خفيف وبنين وراح يطيروا به بسرعة، يعني راح الوصفة اللي نمدها لكم تنجح معاكم بإذن الله من أول مشروع. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم، ونبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. راح نمد لكم كامل الأسرار باش تنجح لكم الوصفة وسعر البيع. نبدأ على بركة الله. في ريسيبي راح نديروا 4 حبات بيض بحرارة الغرفة، ندير عليهم رشة ملح وكاس ونصف من سكر حبيبات. هنا راح نمد لكم المقادير متضاعفة باش هكذا تجيكم الوصفة بكمية لا باس بها. فقط ب4 حبات بيض نديروا كما قلت لكم 4 حبات بيض بحرارة الغرفة، كاس ونصف من السكر، رشة من الملح. راح نضرب جيدا الخليط تاعنا. كخطوة أولى ضروري تضربوا الخليط تاعكم حتى يولي القوام تاعو رغوي ويطلع لكم يولي أبيض. شوفوا راهو أصفر بعد ما خلطته مليح. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. بعدها راح نجيب كاس ونصف من الزيت. هنا الكاس اللي قصت به تاع 220 مليلتر. هنا الكاس اللي تبداو به تكملوا به، وراح نبدا نضيف بالتدريج، يعني ما ديروهاش دفعه كامله. راح نبداو نسيلوا عليه هكذا كي الشعره كيما نطلعوا مايونيز. ضفت الكاس الاول وراح نبدا نضيف نصف كاس الاخر. نبدا نفرغ في شويه وفي نفس الوقت نضرب في اعلى سرعه حتى نتحصل على خليط يكون متضاعف، وفي نفس الوقت الزيت تكون دخلت جيدا في المقادير الاولى. هنا راح نعطر الميني كيك تاعي ولا ميني موسكوتشو. انا درت عطر الليمون لانه فيه ريحه بزاف شابه، وانتم تقدروا ديروا لافاني ولا اي نوع من العطور تفضلوها. نضيفوا عليها كاس من النشا. النشا هنايا راح يزيد الخفة والطراوة في الموسكوتشو تاعكم. راح نضربهم جيدا بهذه الطريقة حتى تدخل كامل المقادير فيما بعضها، يعني باش هكذا كل خطوة نضربوا جيدا. هناك خطوة أساسية واللي يخلي لكم المسكوتشو تاعكم خفيف ويجي منفس من الداخل، يعني يجي طالع. راح نضيف كل كاس من الحليب نضيف له 2 ملاعق من الخل. هنا في هذا الخليط هذا ضفت 2 كيسان من الحليب يقابلهم 4 ملاعق كبار من الخل. إذا ضفتوا كاس من الحليب راح تضيفوا 2 ملاعق من الخل، يعني اسمعوني جيدا. كل كاس من الحليب يجوا معاه 2 ملاعق كبار من الخل. انا في الخليط هذا ضفت 2 كيسان من الحليب يكون دافي ضروري باش الخليط تاعكم ينجح 100%، ونضيفوا عليه 4 ملاعق من الخل. هنا الخل ديروا الخل الابيض الخل الاحمر لكم الاختيار، لكن سر من اسرار نجاح اي نوع من المسكوتشو ولا الكيك هو الخل، واللي يخلي الخليط تاعكم مهوي ومنفس ويزيد يعاونوا باش يطلع، يعني راح يكون تفاعل مع الخميرة باش يطلع أكثر. هنا ضفت الكأس الأول خلطته جيدا، بعدها راح نضيف الكأس الثاني ونزيد نخلطه جيدا، يعني بنفس الطريقة. يا البنات اتكلوا على ربي سبحانه وبداو المشروع هذا، يعني راح تكون مشروع من البيت فقط، ما حيشد لكم اليد. بأقل التكاليف ديري علبة كبيرة، ابدأ بكمية قليلة يعني 50 حبة ولا 100 حبة. ديريها للمقاهي حتى للمحلات، تقدري تغلفيهم وتبيعيهم للمحلات. تقدري تحطيهم في الصفحات، تديريهم كطلبية للأعراس، حفلات النجاح، حفلات عيد الميلاد، حفلات الختان، يعني أي مناسبة. ذكرهم يقدموا بزاف مسكوتشو بطريقة كبيرة ولا صغيرة، لكن ناجح ومضمون. وهنا يا البنات بعد ما خلطت جيدا الخليط راح نضيف عليه 2 كيسان من الفارينة. هنا كبداية نضيف 2 كيسان فارينة ونضيف عليه 2 أكياس من خميرة الحلويات. وزن الكيس 10 غرام. هي نورمالمون ندير 2 أكياس ونصف باش نتحصلوا على انتفاخ رائع، لكن أنا ضفت 2 أكياس فقط، وانتم لكم الاختيار. دائما الفارينة تاعكم تغربلوها وتهويوها هكذا باش تكون الوصفة ناجحة. راح نخلطهم جيدا كالمرحلة الأولى. هنا كما نعرفوا الموسكوتشو لازم كل مرة تضيفوا شوية الفارينة
الفارينة حتى انتوما مع الاخر تعرفوا القوام تاعو، ما لازمش يجي ثقيل باش ما يجيكمش معجن. راح نضيف 2 كيسان اخرى. انا الكأس اللي وزنت به من الاول راح نكمل به. ودائما غربلوا الفارينة تاعكم في اي نوع من الحلويات او المسكوتشو، غربلوا الفارينة تاعكم. راح نكمل الخليط تاعنا بهذه الطريقة. هنا بالنسبة للمسكوتشو كل واحد كيفاش يزينه. بالنسبة للمسكوتشو الكبير ولا ميني مسكوتشو ولا ميني كيك، كل واحد وله الاختيار. هنا مرات الزبونة هي اللي تطلب لك التزيين، يعني كاين اللي يحبوا بالشوكولا، كاين اللي يحبوا بالكاوكاو إيفيلي أو المكسرات، كاين اللي يحبوا بالكونفيتور يعني مربى المشمش ولا أي نوع من المربى. يعني كل وحدة وطلبيتها كيفاش تكون، يعني كل وحدة والاختيار تاعها في طريقة التزيين. كاين حتى اللي ما يديروش تزيين بزاف، يعني يخلوه برك مرشوش بالسكر الناعم ويديروا له بابيو في الوسط او اي تزيين اخر يكون مشري. وكل وحده والطلبيه. يعني هنا دائما انتم تحسبوا المقادير شحال كلفتكم وتحسبوا الميزانيه شحال جاتكم. هنا بعد ما خلطت جيدا المقادير، هنايا عندي 2 انواع من الليمون. عندي المول هذاك اللي يجوا فيه الكعكات، ولا المول اللي يجوا فيه لي ميني كيش ولا ميني تارتولات، يعني لكم الاختيار، يعني ما يجيش مقبب في الوسط. هنا راح نبدا نضيف الخليط تاعنا باش تجيكم سهله. فرغوا الخليط تاعكم في طاس ولا كاس ولا كيما حبيتوا، وبداو تضيفوا في الاخر كامل في الليمون تاعكم. هنا كي تضيفوا العجينه ما تعمروهاش حتى للفوق، يعني راح تزيد تخمر معاكم. لهذا ضيفوا خلوا حوالي اسبوع فقط باش تكمل تختمر جيدا. راح كامل نكمل الحبيبه تاعي. انا درت في ليمول هذا ودرت في المول هذا. شوفوا يا البنات، هنا بالنسبه لليمول لكم الاختيار، كاين ليمون مستطيل مربع دائري، يعني اي نوع من الليمون، يعني بصح الاغلبيه اللي يمشوا هذا النوع الدائري، يعني يجي الشكل تاعهم بزاف للشباب. وانتم لكم الاختيار، يعني دائما نقول لكم مرات الزبونه هي اللي تطلب منكم. ندخلوهم للفرن على 160 درجه. الفرن ضروري يا البنات تسخنوه مقبل، يعني مقبل ما تبداو تخلطوا الوصفه شعلوه في اعلى درجه، لازم يكون سخون. يعني كي تدخلوا الحبيبه تاع الحلويات تاعكم لداخل المسكوتشو تاعكم، نقصوا له حتى ل 160 درجه وخلوها تطيب في غرضها. وهنايا هم الحبيبات تاعنا واجدين. كيما راكم تشوفوا درت 2 انواع، اللي يجي في الوسط مثقوب واللي يجي كامل على حبه. انتم يعني لكم الاختيار. راح نشد المربى. هنا المربى ما تضيفوا له اي اضافه، يعني لازم يجي ثقيل باش ترفد معاكم الحبيبات تاع المكسرات. ولا انايا درت هنايا كاوكاو ايفيلي، وانتم لكم الاختيار. لكن من الاحسن ما تجريوش بزاف الكونفيتور تاعكم، خليوه هكذاك. هنا راح نزين مليح الحبيبه تاعي، وقلت لكم التزيين يبقى اختياري، يعني كاين طرق بزاف للتزيين وانتم لكم الاختيار. كيما النوع هذا تاع اللي يجي مثقوب في الوسط، كاين نوع يشبه له لكن يجي مغلوق في الوسط، يعني تقدروا تحشيوه بالنسلي كراميل ولا الشوكولا ولا حتى بالمربى. شوفوا الحبيبه كيفاش تجي عندنا، ما شاء الله تجي رائعه. هنا راح نزيد نزين الحبيبه الثانيه واللي هي تجي مغلوقه كامل، يعني تجي الحبه كامل مغلوقه. راح نزيد نديرها المربى ونرمدها في الكاوكاو إيفيلي، يعني نفس الطريقه الاولى. ودائما عاونوا بيديكم باش تجيكم الحبه متحوفه، يعني باش تتقنوا الخدمه تاعكم لازم العين كما يقولوا العين تاكل قبل الفم. وهنايا راح ندير تزيين اخر يكون بسيط، يعني كما قلت لكم انا في الطريقه هذه راح ندير لكم تزيين بسيط جدا وانتم لكم الاختيار. هنا الحبيبات تاعي حطيتهم في سنيوه ورشيت كامل عليهم سكر ناعم. هنايا البنات اللي يحب يديروا بسكر ناعم ما يرشهمش مباشره بعد ما يطيبوا، يعني كي تجي تبعثي الطلبيه تاعك باش ترشيهم باش هكذاك السكر الناعم يبقى شاد روحه وما يخسرش معاكم. كما قلت لكم هنا كي تكون سخونه وبعدها ب5 دقائق 10 دقائق ترمدوهم ولا ترشوا عليهم سكر ناعم، يعني غدوه من ذاك راح تلقاو السكر الناعم راح معاكم. لهذا نفضل كي تجوا تبحثوا الطلبيه اللي ترشوها. شوفوا الحبيبه كيفاش جات ما شاء الله، وهذيك الكميه اللي خرجت لي يعني تجي رائعه يا البنات. والحبيبه تجي ما شاء الله طالعه ومنفخه وخفيفه وبنينه، يعني ما شاء الله، يعني عليها الطلب بزاف. وعلى بالي باللي
طير طيران من المحل اللي تقدموه. واكيد راح يكون من الطلب الاول راح يكون طلبات جد مربحة ان شاء الله، لانه مشروع يستاهل التجربة. وكما راه واضح معكم انا 4 حبات بيض راني حطيت لكم كامل الكمية اللي خرجت لي هنايا. خرجت لي تقريبا 50 حبة، يعني جاتني 48 47. وانتم على حسب المول اللي راك راح تستعملوه، يعني كل واحد والمول تاعو وكل واحد كيفاش يعمر الحبيبة تاعو. لكن من الافضل انتيا ما تشحيش، عمري الحبيبة باش تجيك منفخة وتجيك طلعة، يعني ما لازمش تجيك هابطة. راني نقسم لكم الحبيبه، شوفوا كيفاش تجي منفسه ومهويه وتجي الحبه يعني تعمر العين. وكما قلت لكم الشكل هاي يجي ما شاء الله. وهنا يا البنات نقسمت لكم حبة فقط لأنه هذه كطلبية. وننصحكم بالنسبة للسعر إذا حبيتوا زعما تخدموا بالسعر يكون كيما المحلات. هنا في المحلات ولا في المقاهي يبيعوهم 4000 حتى 5000، يعني انتي تطلبي منه 5000 وهو كيما حب يبيعهم. لكن أقل زعما سومة تمدوها هي 5000 إذا كان الميني كيك يكون بهذا الحجم، يعني يكون الحجم صغير. إذا كان الحجم الكبير يعني كل ما زاد في الحجم تاعو كل ما زيد في الثمن تاعو، لانه كما تعرفوا المقادير راهي غاليه والسومه، يعني كل ما زادت التكلفه كل ما زاد السعر تاعهم، يعني يوصل على الاقل 7000 8000 على حسب الحجم تاعو. وكذلك على حساب التزيين، يعني مرات يكون بالتزيين بالشوكولا ولا اي نوع من التزيينات الاخرى. دائما زيدوه في الحساب تاعكم شحال شريتوه وشحال استعملتوه منه. وبالنسبه للميزانيه يا البنات انتم لازم تكتبوا كلش في ورقه باش كي تجوا تبيعوا هكذا باش تعرفوا شحال خسرتوا وشحال استفدتوا. وان شاء الله يا البنات تكون استفدتوا من هذا الفيديو ويكون عجبكم. مشاهدة ممتعة. دمتم في رعاية الله.